السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نوريكم طريقة تحويل أي صورة جي بي جي إلى أيقونة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون استعمال أي برنامج. سنتطرق إلى الشرح إن شاء الله. نذهب إلى هذا الموقع، ستجدون رابط أسفل الفيديو. أنا جيتكم بثلاث مواقع وسأشرحهم لكم بطريقة سهلة. نضغط على هذا الموقع، هو الأول، نذهب إليه. بعد ذلك نضغط على شوازيغ لوفيشي. بعد ذلك راح نبحث على أي صورة. سأعمل على هذه الصورة. بعد ذلك نضغط على كونفرتي لوفيشي. ننتظر ليتما ينتهي. بعدما ينتهي يحملها تلقائيا. هذه هي الأيقونة. بعد ذلك نذهب إلى الموقع الثاني، سأريكم. هذا أيضا موقع رائع، يمكنك اختيار بيكسل. نضغط على الصورة التي نريدها. راح أعمل على صورة أخرى، أعمل على هذه الصورة. بعد ذلك نضغط على كونفرتي. انتظر ليتما ينتهي ويحملها تلقائيا أيضا. كما ترون هذه هي الأيقونة التي عملها. وسنذهب إلى الموقع الأخير وسنعمل عليه أيقونة أخرى. نختار هذه الصورة. بعد ذلك نضغط على كونفرتي. هذه الثلاث مواقع التي جربتهم وهما رائعان، مواقع سهل الاستعمال وبدون استعمال برنامج أو أي شيء. نضغط على تيليشارجي ثم تأتي الأيقونة هنا. هذه هي الأيقونة. وإن شاء الله إذا عجبكم هذا الدرس لا تبخلوا على الضغط على الجيم والاشتراك في الصفحة ليصلكم الجديد. وإلى درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.